صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا النهاردة قريبة جدا من القلب، دي بتنزل على القلب على طول، ملهاش دعوة بالمعدة، ما بيختلفش عليها اتنين. مكرونة بشاميل، بس مش هنعملها باللحمة المفرومة، هنعملها بقطع الفراخ. هنبدأ بالطريقة وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. في حلة على النار فيها حوالي لتر مية. اول ما تسخن وتقرب للغليان هضيف معلقة صغيرة ملح وانزل بالمكرونة. وانتي بتسلقي المكرونه للبشاميل ما تضيفيش زيت للميه علشان تبقى متماسكه معاكي وتشرب البشاميل بسهوله، عكس المكرونات التانية. وكمان عشان لو جيتي تقطعيها قطع تتقطع معاكي بسهوله. انا مش هسلق المكرونه للاخر، يعني 80% كده كويس، علشان ما تعجنش معاكي لما تضيفيها للبشاميل وتبقى محافظه على قوامها وشكلها. ومده سلق المكرونه بتكون مكتوبه على ظهر الكيس عشان بتفرق من نوع للتاني. وهنا هنجهز البشاميل. في حلة على النار هضيف 3 معالق كبار زيت ومعلقتين كبار سمنة بلدي أو زبدة، وأول ما يسخن بالشكل ده هنزل بالدقيق. وعلى نار هادية هقلب الدقيق، ما تعليش النار عشان الدقيق ما يتلسعش منك ويديكي طعم مش حلو، وفي نفس الوقت ياخد راحته على النار علشان طعم الدقيق يطلع منه. لازم الدقيق يوصل لمرحلة الغليان دي كده بالظبط، علشان ما تحسيش بطعم الدقيق وانت بتاكلي المكرونة. وانزل بالحليب تدريجيا، كوباية بكوباية، ما تنزليش بالحليب مرة واحدة علشان الخليط ما يعجنش معاكي. واضيف باقي كمية الحليب وارفع المعلقة او الاسباتيولا وانزل بالمضرب اليدوي. هقلب كويس جدا لحد ما الخليط ينعم معايا وما يبقاش فيه اي تكتلات. وهنا هضيف 3 معالق قشطة بلدي انا اخدهم من وش الحليب، او ممكن تجيبي علب قشطة اللي هي بتتباع في السوبر ماركت. القشطة بتدي طعم حلو للبشاميل، وممكن تستغنى عن الخطوة دي تماما لو مش موجودة عندك. واضيف معلقة صغيرة ملح، اظبطي الملح على مزاجك، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود او فلفل ابيض. ميزة الفلفل الابيض ان ما بيبانش في البشاميل، فلو متاح عندك استبدليه بالفلفل الاسود. واضيف رشة صغيرة جدا جوز الطيب، ولو مش حباها تقدري تستغني عنها، دي اختياري بس بتدي ريحة حلوة للبشاميل. واخر حاجة هنضيفها معانا ورق لورا، هضيف ورقة واحدة بس، وهقلب الخليط كويس جدا. وده بيكون القوام المظبوط للبشاميل. البشاميل ما بيكونش اتقل من كده، خلي القوام بتاعه وسط، ما يبقاش تقيل قوي ما يبقاش خفيف قوي. ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في طاسة على النار هنزل بربع كوباية زيت ومعلقتين كبار سمنة بلدي او زبدة، وانزل بالبصل المفروم. وانت بتفرمي البصل نعاميه شوية علشان ما يبقاش ظاهر مع قطع الفراخ، وبرضو عشان وانت بتاكلي ما تحسيش بطعم البصل، تحس بطعم الفراخ. هقلب البصل لحد ما تدبل حاجة بسيطة جدا، وانزل بقطع الفراخ واقلبهم مع بعض. لحد ما الفراخ تاخد لون بالشكل ده كده هضيف معلقة كبيرة صلصة. معلقة الصلصة هتديني لون حلو لقطع الفراخ، وهقلبها لمدة 5 دقايق كمان. وبعدين انزل بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وبس كده عشان ما تغيريش طعم الفراخ. ما تضيفيش كزبرة ولا كمون ولا بهارات فراخ ولا اي حاجة تانية بعد كده. لو ملاحظين ان البصل مش باين جنب قطع الفراخ، ودي من الحاجات اللي بتدي طعم حلو للبشاميل. وهقلبها لحد ما تستوي، وكده الفراخ بقت جاهزة معايا، هرفعها من على النار.
وهنا المكرونة بعد ما صفيتها من المية تماما هضيف حوالي 4 معالق كبار من خليط البشاميل وهقلبهم مع المكرونة، ودي خطوة مهمة جدا علشان البشاميل يبقى موجود في كل قطعة في المكرونة. وهجيب البايركس او الصينية اللي هتدخل الفرن وادهنها بسمنة واضيف شوية من خليط البشاميل، وهبتدي انزل باول طبقة من المكرونة. وانزل بقطع الفراخ. انا كنت بعمل مكرونة البشاميل باللحمة المفرومة، وبعد ما جربتها بقطع الفراخ بصراحة اجمل بكتير جدا من اللحمة المفرومة. واضيف الطبقة الاخيرة من المكرونة واساوي الوش كويس، وانزل بخليط البشاميل. هغطي المكرونة تماما بالبشاميل، وبعدين اضيف ماكس جبن او جبنة موتزاريلا، انا استخدمت جبنة شيدر، وادخل الصينية فرن على درجة حرارة 150 رف اسفل تاخد لون من تحت، وبعدين اشغل الشواية احمر الوش. ما شاء الله المكرونة اخده لون جميل جدا. هزينها برشة صغيرة كده من الكزبرة الخضراء. لو حابة تستخدموا بيض على الوش بدل الجبنة الموتزاريلا استخدموا بياض البيض بس بلاش الصفار، عشان هيديكي ريحة البيض حتى لو ضفت عليه فلفل اسود. واضيف المكرونة اطباق التقديم. انا عن نفسي بحب المكرونة بالقوام ده كده، ما بحبهاش تكون متماسكة عن كده ولا متفككة عن كده، وبيكون طعمها ألذ بصراحة. بس انا لو عندي عزومة اكيد مش هقدمها كده. طيب انا لو حابة اقدمها قطع بشكل حلو هطلعها من الفرن واسيبها تبرد حوالي 10 دقايق لحد ما البشاميل يتماسك مع المكرونة، وبعدين ابتدي اقطعها. هقول لكم على شوية حاجات هتخلي المكرونة تطلع معاكي ناجحة ومظبوطة. ما تسلقيش المكرونة للاخر عشان ما تعجنش معاكي وتدي شكل مش حلو. لازم الدقيق يستوي قبل ما تضيفي عليه الحليب عشان ما يديش طعم الدقيق في الاكل. ما تخليش البصل ظاهر سواء في قطع الفراخ او في اللحمة المفرومة. لو هتحمري الوش بالبيض استخدمي البياض بس بلاش الصفار. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بوصفات الجديدة. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد على قناتي افنان ايمن.